السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. جمعة مباركة عليكم يا رب. النهاردة ان شاء الله باذن الله نفتح قراءة برج القوس، وان شاء الله باذن الله خير للقوس. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الفيديو مسجل ولكن الطاقة جديدة. النهاردة الجمعة 12 يوليو 2024. بتمنى منكم ما تنسوش اللايك، واللي لأول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد مننا. يلا نسمي ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله. برج القوس، من الواضح انك انت قاعد قلقان خايف، عندك توتر، مش مبسوط. مش انك مش مبسوط، لا انت خايف وقلقان من حاجة، وخصوصا المال. في حاجة تخص المال هنا، او انت في انتظاره، او انت يعني مستني في انتظار المال ده بفارغ الصبر زي ما بنقول. هو جاي لك ان شاء الله باذن الله بس خلال شهور، ولكن حاليا مش شايف ان انت مثلا بعد يوم 2 3 اسبوع، ولا حتى يعني مش هقدر اقول لك ان الشهر ده. ممكن هيكون الفلوس ديت على اول 11 ان شاء الله باذن الله، اول 11 او في اخر 12 راح تحصل على مبلغ من المال كويس جدا. تمام، فانت في انتظاره، بس راح في شهر 11 12 بالكتير هيجي لك المال ده برج القوس. فما تقلقش خالص، راح تتستر ان شاء الله باذن الله معاك يعني. انت متمسك بحد قوي يا برج القوس، انت بتحبه جدا جدا لدرجة انك انت يعني هو بالنسبة لك حاجة يعني غالية عليك قوي، ولكن انت مش قادر تتكلم معاه، او انت مثلا ممكن يكون يعني مش مقتدر ان انت تفتح بيت، او انك انت يعني تتكلم، يعني يبقى بينك وبينه مجال الكلام، او انك انت تتكلم، ما عندكش جراءة بمعنى اصح. ولكن انت بتحب الشخص ده قوي يا برج القوس انت، وعلى فكرة هو في حياتك كلها كاملة. تمام، الطاقة دي تخص راجل برج القوس، بس انت ما عندكش ممكن امكانيات مثلا ان انت تتقدم، او في حاجات كتير بس منعه، او في حاجز بينك وبين الامرأة دي. فانت بتحب امرأة قوي، متمسك بها جدا يا برج القوس. في راجل هنا راح يعتزل لامرأة برج القوس وقريب جدا، لانه هو هانك بالفعل، جرح كرامتك، مشاعرك. هو برج ناري برضو وانتي برج القوس، يعني هو برج ناري، ممكن يكون حمل او اسد، راح يعتزل لك انتي. تمام، راح يعتزل لامرأة برج القوس هنا، ما تقلقيش خالص. لو في حمل عندكم متأخر يا جماعة ما تقلقوش خالص، ان شاء الله بإذن الله راح ربنا يديكم يعني. هو في الاول في الاخر كله يعني كل شيء اسمه نصيب يعني، او ان احنا يعني لسه ما انش الاوان زي ما بنقول، فلسه النصيب ما جاش يعني، ايا كانت بقى، بس ده تخص خلفة. تمام، فان شاء الله باذن الله عندكم خلفه، بس الخلفه دي خلفه متاخره، بس راح تحصل على خلفه، او في امراه هنا راح تنجب، وممكن احتمال كبير يكون توأم عموما. تمام، وهيكون ولد وبنت ان شاء الله باذن الله. احيانا ما بيكونش باين معايا لا ولد ولا بنت ولا اي حاجه، ولكن ساعات الطاقه بتكون واضحه معايا، فانا بقول اللي بشوفه بقول عليه. فانت هنا برج القوس في حمل عندكم هنا وتوأم كمان، على خير ان شاء الله، ربنا يوفق الجميع يا رب. انت بتعيد حساباتك يا برج القوس، وبتستعيد نفسك من اول وجديد، وبتستعيد طاقتك، وان شاء الله باذن الله راح تحصل على حاجه حلوه بعد التفكير، بعد الاجهاد اللي انت اجهدته مع نفسك ايا كانت، بس انت راح بالفعل راح تحصل على نتيجه هايله كمان على خير ان شاء الله. راح تبتسم يا برج القوس، انت في حد لما بتشوفه بتبقى سعيد جدا. راجل امرأة هنا، لان في هنا 2، ممكن تكوني انت يعني في مراقبة شخص مثلا في صمت، او انت راجل مراقب امرأة في صمت، ولكن بتسعد جدا لما بتشوفها، او بتسعد لما بتشوفها تتعامل معاها، او لو شفتها مثلا في الشارع صدفة، او شفتها مثلا، او لها مثلا حاجة تخص السوشيال ميديا. المهم انك انت مبسوط او مبسوطة لما بتسمع حاجة عن الشخص ده. هو في حب هنا، حب غرامي على فكرة. كانت في بينكم هنا علاقة حب كبيرة جدا، بس في انفصال بينكم وبين بعض. ممكن تكون اسباب تافهة، لان شايفة ان السبب مش كبير قوي، او ما فيهاش اعتذار، او ما فيهاش، هي فيها حتة البعد بدون اسباب. تمام، فهنا يعني شايفة البعد هنا بدون اسباب، ولكن
على خير ان شاء الله، راح ربنا يعوضك يا برج القوس، ما تقلقش. انت يعني شايفه ان انت حياتك هنا فيها تحسن، حتى لو قلت لي ده مفيش اي جديد، لا ان شاء الله باذن الله راح في جديد. انا شايفه في الطاقه ان في يعني امور مستبشره بالخير، وطالما الطاقه دي ظهرت لي صدقوني والله العظيم يا جماعه هتحصل عليها وهتوصل لها ان شاء الله باذن الله. تمام، يعني حتى لو انت مثلا عندك فتره اجهاد او انت مجهد قوي او انت امراه مجهده قوي او في ظلم مثلا، راح اقول لك راح تتخلصي منه على وشك الانتهاء وقريب جدا كمان. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. برج القوس انت شايف فرحتك ما بتكملش حتى مع اللي انت بتحبهم، او انت امرأة مثلا لو ليك اصدقاء او صحاب ايا كانت، فصداقتك ما بتدومش او الصداقة عندكم ما بتدومش الفترة ديت. حاسس ان انت بتقع في ناس خاينة كتير، غدارة كتير، ناس مش موثوق منها، ناس ما تتأمنش. عموما احنا عايشين في وسط ده كتير، ولكن الفترة الجاية راح هيبقى في تحسن عن كده يا برج القوس. تمام، لان شايفه ان طالما انت بتعيد حساباتك او بتصفي حسابات بينك وبين نفسك، فانت راح تستجم نفسك من اول وجديد، وراح هتفهم الناس، وراح يعني هتعرف قيمه الناس اللي في حياتك كويس قوي، وهتعرف امتى الشخص ده مش كويس ان انا اخرجه، وامتى الشخص ده يفضل حياتي للابد. فانت بتعيد حسابات، والحسابات قلت لك هتطلع بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله باذن الله راح تحصل عليها وقريب جدا. فانت بص، هو عموما برج القوس ما بيحبش حد يستغفله او حد يعني يضحك عليه، ما بيحبش ده. هو صريح ومخلص جدا جدا للشخص اللي بيكون معاه، بس اذا لقى غدر او خيانه فبي يعني بيندم، وبي بي 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 يعني بيبعد بعض، وبيندم على اللحظه اللي هو كان اتكلم بس قال له صباح الخير، قال له صباح الخير، رد عليه حتى بصباح الخير. فهنا برج القوس يعني انت عايش طاقة ندم صعبة جدا في شخص انت امنت له، هو خانك بالفعل، او انت ازاي انت ذكي جدا وبتفهمه وهي طايرة، وازاي ما عرفتش الشخص ده او الشخص ده استغفلك كل ده ازاي. فانت برج القوس صدقني راح تحصل على حاجة حلوة في الاخر. تمام، فعندك هنا تعويض من الله سبحانه وتعالى. الا بذكر الله تطمئن القلوب يا برج القوس. فانت هنا بص، خلي قلبك يطمن، وشايفه ان انت قربك من ربنا ده مطمنك يعني، وراح يكبر بخاطرك في الاخر يعني. عندكم هنا اتنين راح يتجوزوا، علاقتهم راح تكمل بزواج، والعلاقه دي فيها حب، يعني في راجل وامراه بتحبوا بعض جدا جدا جدا، ومخلصين لبعض، يعني الحمد لله ان يعني الحب متبادل، وهي بتحبك وانت بتحبها، او انت امرأة بتحب شخص هو بيموت فيك كمان. تمام، ففي هنا علاقة راح هتكمل بزواجه قريب جدا جدا جدا، يعني في فترة قريبة ان شاء الله، مش هتكون فترة طويلة ولا حاجة. لو انت مثلا يعني بتتكلم على حتة شركة افتح شركة، او انت امرأة، على فكرة في حد راح يفتح شركة هتكون باسمه، وهيكون لها اسم وهتنجح فيها. لو انت مثلا بتقرر تفتح شركة مثلا استيراد وتصدير مثلا، اي شركة اي مكان، وفي شركة انك انت شركة مش شراكة، او انت امرأة، فراحت هتنجحي، وراحت الموضوع ده يكون مربح معاكم جدا جدا جدا. في حاجة تخص هنا جريدة او جورنال او حاجة زي كده او صحافة، الله اعلم. بس انت برج القوس هنا يعني ممكن تكون انت خريجة او خريج صحافة، تمام، فراح تتعين او انت راح تشتغل بالمهنة بتاعتك، راح تشتغلوا بالمهنة بتاعتكم، الله اعلم. بسم الله. طيب بص يا برج القوس، هو في حد هنا بيقول لك انت عديت الفقر، ده انت شيخ ما شاء الله عندك، ده انت معاك، ده انت، خليهم يقولوا الكلام ده كله، في الاخر هيجي عليك بالفايد حلو جدا، يعني حاجة ايجابية. كل ما شخص يقول لك ده انت معاك، ده انت حالتك حلوه، ده انت عديت الفقر، ده انت جبت، ده انت عملت، خلاص يعني هو عارف ان انت معاك او عارفه ان انت معاك، خلاص. لما يقول انك معاك احسن ما يقولش معاك. بس في حد هنا بيقول لك ده انت عديت الفقر يا عم، ما يعرفوش انت اصلا عايش عيشه ازاي، او انت امراه عايشه عيشه ازاي. ففي حد هنا بينتقدكم في الحته دي، وحساس جدا جدا يا برج القوس. في حد هنا يعني بيحسد، يعني هو اصلا مجرد ما بتشوفه بيقوم حاسدك، فانت عارف ان الشخص ده حساد، او يعني ما بي يعني هو مش كويس يعني. في حد مادي في حياتكم يا برج القوس، مادي جدا، بس انتوا اكتشفتوه، يعني انتوا عرفتوا ان الشخص ده مادي، والشخص ده بتاع مصلحته وبتاع فلوس يعني، فانتوا خلاص بدأتوا تاخدوا موقف او تبعدوا بشيك، يعني بحاجة شياكة يعني.
طيب انتوا في اتنين هنا منفصلين واقفين على الطلاق، بس راح ترجعوا او مش هيحصل الطلاق بالفعل. لو انت مصمم او انت مصرة او مصممة، فاقدر ان انا اقولك ان في صلح ما بينكم، وان شاء الله باذن الله مش هيحصل طلاق. الابراج الناريه هنا فيها مشاكل، وفي بعد بينكم وبين ابراج ناريه، وفي هنا قوس لقوس واسد وحمل. تمام، انتوا عندكم الابراج الناريه بسم الله ما شاء الله مسيطرين على الثلاثه، او الثلاثه موجودين، ولكن في علاقه حب بتربطكم ببعض، وعلاقه قرابه وصداقه بين الابراج الناريه. مع ذلك انتوا بتشكلوا كتير، او ممكن يكون في خصام بينكم وبين بعض، بس بترجعوا بتحسوا معاهم بالراحه النفسيه، او بعدكم عن الطاقات دي، عن الشخصيات دي بتتعبكم انتوا شخصيا او نفسيا عموما يعني. فمش شرط يا جماعه برج ناري ما يمشيش مع ناري، لا، بس الصفات بتختلف او الطباع بتختلف. تمام. انت والبرج المائي دايما في مشاجره، خصام طول الوقت، مفيش بينكم وبين بعض عمار، وبدات تحس ان هو اناني، او الشخص ده اناني فعلا بتاع مصلحته. تمام، وبدات انك انت تبعد عنه، او انت بالفعل منفصلين عن بعض، او بدات يعني تسحب نفسك بشياكه. عندك الميزان، وعندك الدلو، وعندك الجوزاء. برج الجوزاء انت اكتشفت برج هوائي، يعني اكتشفته برضو على فكرة في خديعة برضو وفي ظلم جالك من أبراج نارية هوائية. عندك ميزان، عندك جوزاء، وعندك الدلو اهوت. خصوصا الميزان والجوزاء، انت مش هقول لك احذر منهم، انت بالفعل حذر منهم، بس انت برضو اتكويت بنارهم، بالحب، بالغدر، بالظلم. لا، اتخدعت من الابراج الهوائيه برضو. بس ان شاء الله يا برج القوس، والله العظيم عندك هنا يعني فك كرب كبير جدا، وعندك حياه حلوه، راح تبني حياه، وفي مستقبل عندك حلو، او انت دماغك حلوه، او دماغك حلوه بس انت ركناها في حاجه تانية، بس مستقبلا هنا كويس جدا، او ذكائك خارق حلو يعني يا برج القوس. يعني انت من الشخصيات الذكيه، او من الشخص الذكي، تعرف تستنتج من نفسك حاجات كتيره جدا. بس انت اللي ممكن يكون محبط دلوقتي، او عندك احباط، او مثلا انا عملت ايه في حياتي، انا ما عملتش حاجه، او انا امراه مثلا ما عملتش حاجه. ما تخلوش اليأس يسيطر عليكم او على عقليتكم. فوق فوق يا برج القوس، وعيش الحياه احسن واحسن وافضل من اللي انا شايفاها دي، فبلاش حته اليأس دي. ان شاء الله باذن الله عندكم عوده غايب. لو في شخص هنا غايب في حياتكم راح يرجع لكم، وقريب جدا كمان. في شخص راح يرجع لكم، وهو في خصام وفي بعد، يعني ممكن تكون الزوجه مثلا، زوجك مسافر بس في مشكله بينك وبينه، بس راح يرجع، وراح يرجع لك انتي. ولو انت الزوجه التانية راح اقول لك ان هو هيرجع لك، ولو الزوجه الاولى فراح هو يرجع لك، لان هو في هنا امراه تانية، او في علاقه تانية، بس هو راح يتخلص منها في سبيل راحتك انت، او انت مثلا متعبه، او انك مش حابه، او هو عشان يرضيكي بالفعل. فهو الشخص ده راح يرجع لك انت، هيرجع لانه بالفعل حد هنا عارف قيمه برج القوس وراح يرجع له. ولو انت راجل مثلا منفصل، او في مشكله بينك وبين حد راح تتحل، ولو في طلاق راحت ان شاء الله باذن الله في رجوع، ان شاء الله باذن الله يا برج القوس. اكتفي بالقراءه، وان شاء الله باذن الله لما انطبقش على القراءه ينطبق عليه الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفك على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.